بنای خواهی بخشنده میرمان حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بخوای پروردگار جهان، درود و سلام لسر پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و یاران و مشن کوتوانی تا کت زمان. برای عزیزکانم لپروگرامی زاد قناقی دوم بابتی جهان نامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گشتین تا ازار رسول الله صلی الله علیه و سلم لا بری بسحود. فرمان وسسورة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإنه أتقى، أي إن رفع الإزار عن الأرض بحيث يخرج عن حد الإسبال المنهي عنه أتقى لله تعالى. بردة ملحاء، أي فيها خطوط سود وبيض، وهي من لباس الأعراب، ليست من الثياب الفاخرة. بله. عبيد الله كري خالدي محاربي طبعا إزاري في غمري صلى الله عليه وسلم يعني ما بس كراسكي كراس زماني سليماني وابزان بقميص يعني كراس دجداشي في غمري صلى الله عليه وسلم وكو معلومة لا يبرستان شنجاريكش باسمان كردوا وكم دجداشي عرباني يستنبوا بلكو حتى خواري أجنوي بوا ولا جيرو شروالك إلى بيعبوا، يعني وكو إيسي أفغانيا كان باكستاني وأفغاني يعني وي باكستاني وأفغانيا كان وأوانا هندي اللي هندي كان شيء كان. عبيد الله كري خالدي محاربي أفرمي لكاتي كامل لمدينة ريما كرد سيرم كريك لدواوة في وتم كراسكت دجداشكت برز كروا چونك أتقى وأبقى، يعني أتقى يعني أما زياتر وكبلي لأخوات ترساني بيو ديارة، وأبقى وزياترش أمينيتوا، يعني كراسك بجير بيتا بي أو زوتر أدره. الله سيدم كرد في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم الله وتمي في غمري خوا أما بردة ملحاء، يعني أما وكو جلوبرجكا لا جلوبرجي عربيا كان، يعني أهل الدشت أو يكلا دشت أجن زور جلوبرجكي وكو بلي زور جلوبرجكي فاخرنية شازنية، يعني زور بنرغبه. في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي أي مناك يبقى أسوي خود، يعني بس الدنيا كمان أسود بم كمان قدوات بم كمان سرماش قد بم قلت ما شام كر سيرم كر هناك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دجداشكي يا كراسكي تاني وي بيت، يعني لبيني أجنو لبيني جوزنجكاني قاب الرقايتي. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. لا حذيفة كر يمان وخيل الرازي بأفرمي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم ما سلككاني بي قرتم يان ما سلككاني بي خوي قرت فرمي أمشوني إزارة، يعني إزار تا أي ربي أجر هر زور وكبولي رازي نبوي بوا با لسروي قاب الرقو جزنك كانت به چونکە بۆی نییە لەوە خواردتر بێ. یەکشە هەیە لای خۆمان ئەوترێ پاڵدم، بەس نازام سلێمانی هەیە پاڵدم لەفزێکی تورکمانیە، يعني ئەو ئیزار ینی پاڵدم با بڵێن، ینی ئەو شوێنەی کەتر کۆتایی جل پێوترێ پاڵدم. بەڵێ حکمی ئیسبالی ثياب ئەوەی کە باسمان کرد ئەوە بوو کە ثياب یان جلوبەر هەتا ئەوێ بێ. ئێستا دێنە سەر حکمەکەی، طبعا لەسەر حکمەکەی خلافك زور هيا. حكم إسبال الثياب. إسبال الثياب محرم، فقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، فأعاد ثلاثا. قلت: من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. بله. إسبالي الثياب يعني ما بس يويك جلو برق الأخوار ويقاف الرقبة أمان
حكمك عام كان بسر حمود ثيابك يعني يترها مجلو بريك الله الأخبار ويقاف الرقبة حرامة همجلو بريك ملاحظة أو كلمة كأنه ضرورة الله ببلغي أويك إمام مسلم أجرته لأبو ذر خويل الرازي بأفرميه سيكس خوي پروردگار للرجل قيامته قسان لقلاناكا تماشاياناكا باكياناكا توا وسزايكي زور بآزاريشيان هيا وتم كين أوانا دوراوبن أوانا قربا سربن أوانا كين يعني أي في غمر إخوة الله استرجع دوباري كردوا منش حمو جاريك هر أمود من هم خابوا وخسروا أم جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي مسبل يعني أويك الجلبرقكي لخوار ويقابوا رقيتي والمنان أويك منتك على كاتي خير كردنا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر يعني أو كسيك شتمككي أخات قيمته بسوين درو بله للروايات بخاريشة طبعا لا حديث بخاريشة هاتوا لأبو هريرة وخالد الرازي بأفرميه خوار كعبين من الإزار في النار يعني أو إزار يعني ما بس مليرة بس دزدا شمان كرت عليه بالدمكي كالخوار ويوكما موسى سوران تي لزماني تركماني بيالين بالدم لخوار ويقاب الرقيبية عليه في النار ولا أجري جهنم معه بله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. بله من روايتي كترى حديثي كترى عليه بالدمي مسلمان تاني وي ساقيتي وحرج شنية جناح شنية أجر لا ساق وبيتر خواتريش حتى يجينتا كل بيش خاب الرقش وما كان أسفل من الكعبين أجر لا كل بيش بخواتر به أفرميه فهو في النار ولا أجري جهنم. والكعبان هما العظمان النائتان النائتان على جانبي الرجل يعني قل بيان قاب الرقة. ففي تلك النصوص بيان أن الإسبال كله محرم لكن يزداد التحريم فيما إذا كان للخيلاء لذلك تزداد العقوبة. أما مجرد إسبال الثوبين عن الكعبين بدون خيلاء فهو مستوجب للعقوبة بالنار. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله النهي لفظا أن يخالفه. أما أنا رأيي أنوايا كأمن الصانة هموي بلغي لسروي كإسبال لخواروي كعبين حرامة بلام حرامة كزيادة كأقربيته بو كبر به أقربيته بو كبر به بو عقوبكي زيادة بلام مجرد إسبال الثوبين عن الكعبين بدون خيلاء عليه أتخاطى أجري جهنم هو يعني أتخاطى أجري جهنم هو يعني أجر زيادة مثلا بنيتي رياء وكبر وأمانة شبه أو عقوبة زيادة. ابن العربي عليه درستني بو بياو جلو برقكي لخواروي قل بيبي ونابي بيجا من بنيتي كبر نايكم چونك نهي كبري همويا كبي و أوشتيشي كان نهي كبر كبي لفظا نابي مخالفة يبكي. طبعا ما رأيي وكباس بوتانكر متأخرين حنابلة كان يعني وان زيادة الرأي أنوايا بلام من لخدمة علماء أزهر أبو مولوي أوان رأي أنوايا كإسبال طبعا أوان قصد ليلة ما بس تكب عام دزداشة ليلة مقصد كب عام دزداشة يعني أوي كديت أخوار وأخشيت بالزاوية بايا ودزداشة أو شتاني وكو أهوايا بعام أوان رأي أنوايا أقر بو كبر به أكبر بو كبر وتكبر به لخواروي كعبين حرامة بلام أقر بو كبر نبي آسائية وبلغشان هي لسنوي أو حديثك بيغمري صلى الله عليه وسلم أبو بكر شاني شوربو تركاتي أمي بيس لبيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي بيغمري من هنا كي من كيوتا خواروي بابلين قل بيم آية أي بيغمري من أقريته فرمينا توما بس تكبرني أو أنا واكنا بلغا كأقربو كبر نبي آسائية طبعا أقرب بخشية الزاوية زاوية كبيز بيتو أو أنا بالتأكيد أو حرام أو بي سي على يعني مثلا كلا بي سي أو موضوعي كتير أجر دزاشن أبو
شتێک بوو وەکو شەرواڵی کوردی زۆر نەهاتە خوارەوە، زۆر نەخشا بە زەویە. طبعا شەرواڵی کوردیش هەیە زۆر ئەخشێتە ژێر پیا و پیسە بێ ئەمانە. ئەگەر هین نەبێ وەک کۆمەڵێک لە عولەما ڕێیان وایە ئەمە تەنها مەبەست دزاشە و ئەو شتانەیەوە ئەوانەوە ئەخشێتە زێ، بەڵام ئەگەر شتێکی تر ئەگەر نەخشا بە زەویە و پیس نەبوو ئاڵدمەکەی ئەوە ئاساییە. والله أعلم. کەوابوو ئەم ڕەیە کە حەنابلەکان وەریان گرتووە ئەگەر ئینسان وەریگرێ خۆ ئاساییە، گەر تۆ دزاشت کرد دەبەر من ڕەئیم وایە دزاشەی شۆڕ نەکەی، دزاشەکە بە لە قاپەڕەکە بە خسەرەوە بێ، نەک بخشێتە زەویە. من بە باشی نازانم والله أعلم، هەتا بۆ کیبریش نەبێ هەر ئینسان احتیاطاً بۆ خۆی ئەمە وەرگێ باشترە، بۆ ئیمانی خۆی، بۆ دینی خۆی. بەڵام بۆ غەیری ئەوە، بۆ پانتۆڵ یان بۆ شەرواڵی کوردی ئەگەر ئینسان احتیاطاً وەرگێ شەرواڵەکەی شۆڕ نەبێ چاکترە، ئەگەڵی شۆڕ بێ بەس نەخشێتە زەویە ئاساییە. والله أعلم. خوای تعالی لە گوناحمان خۆش بێ، خوا عەفومان بکە، خوای تعالی دامەزراومان بکە لەسەر دینداریەتی.